السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الكلام اللي هقوله ده جد، اللي عايز يزعل يزعل، بس هو جد. ياما بيوت كتير اتخربت بسبب اللي انا بقوله ده. ايه يا حاج، ما تخضوناش في ايه؟ لا اتخضوا. بعد كده بدل ما بتحبوا بعض بتكرهوا بعض. على سبيل المثال، لو اتنين متعرفين على بعض وبيخرجوا مع بعض وبيتعاملوا مع بعض، هقول لك حاجة مهمة خالص. لازم تتأكد من ريحة بقها، وانت لازم وهي لازم تتأكد من ريحة بقك. محدش يستغرب. لا حياء في الدين. مش احسن ماخده واتطلق بعد كده، او تاخدني وتطلقني بعد كده؟ لا، خليها على بياض من الاول. اقسم بالله ناس كتير بتشتكي من النقطه دي. تقول انا مش طايقه، لا مؤاخذه يعني، اتعامل مع جوزي بسبب ريحه بوجه. او هي نفس النظام، او هو نفس النظام. مراتي ريحه بوجها مش كويسه، مش طايقها. ف يعني من الاول خالص، لا اتاكد. مش عيب ولا حرام، وانت اتاكدي مش عيب ولا حرام. العيب والحرام ان حياتنا تبوظ ونخسرها بسبب كلام فاضي. لا هو مش كلام فاضي. لا مش كلام فاضي، ده اساسيات الحياة. اساسيات الحياة والله. معلش. جايز مثلا بيبقى بسببها البطن، بسبب عفونة في حاجة معينة، الله اعلم. اتعالج منها، اتعالجي منها. اتعالجوا انتوا الاتنين منها. لان دي بتبقى بسبب كوارث في البيت. بتسبب كوارث بين الراجل والست، وبين الاخ واخته، وبين الجار لجارته. معلش، لما بتقف تتكلم مع حد وريحه بوجك بتطلع، اللي قدامك بقى عايز يعني يضربك او يديك بالبنيه في وشك، بس بيبقى محرج. فانت يعني، انا بتكلم على الغرب. لو انت غريب، لو انت غريبه وماشيين في شارع، لا، حطي البانه في بوجك، حط اي حاجه، مش مشكله. لكن لو جواز، لا، لازم تكشفي، لازم تشوفي العله فين. لازم. والله نصيحه. نصيحه غاليه غاليه غاليه. واللي هيسمعها هيقول عندك حق. ناس كتير، ناس كتير حياتها اتدمرت بسبب كده. ما تخليش حياتك توصل للمرحلة اللي مش كويسة دي، او حياتك توصل للمرحلة. لازم تشم بج. حاول بأي اسلوب، وانت نفس النظام. لاحظت حاجة؟ ما تتكسفيش. لو اتكسفت النهاردة هتشيل الهم طول العمر. هتشيل الهم طول العمر. لا حياء في الدين، ولا حياء في الجواز، ولا حاجة ابدا. حياتك يا بنتي وحياتك يا ابني. تاني موضوع، والشديد شوية برضو. شاب متجوز واحدة، مش عارفة ايه اللي حصل، ما خلفتش، ربنا ما عطاهاش. شاب متجوز بنت من عائلة كويسة، بس مش عارفة اللي هتسمعوه بعد كده هتقولوا عائلة كويسة ولا عائلة منيلة بستين. المهم ما خلفتش 4 سنين 5 سنين، الله أعلم بعدد المدة. هي طولت شوية، فطلقها عشان يشوف غيرها وربنا يكرمه منها. مش عيب ولا حرام، بس ما تروحش تاخد أختها. الراجل أبوها، والله يا سادة يا كرام، أبوها راح قال له طالما طلقت دي تعالى خد دي. انتوا متخيلين؟ احنا في اي ايام؟ احنا في اي ايام بالظبط؟ اللي بيحصل كتير كتير خالص، ما يستوعبوش عقل. ابو البنت اللي اتطلقت يقول له تعالى بلاها سوسو وخد نادية، ولا بلاها نادية وخد سوسو؟ ده وحق لا اله الا الله، ده ينفع؟ ده ينفع يا ناس يا طيبين؟ بلاها نادي، بلاها سوسو خد، بلاها نادية خد سوسو. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا، والاغرب والادهى من ده كله، الاخت اللي خدت جوز اختها، مش عارفة اختها زعلانة ليه. مش عارفة اخت بتسأل، هي اختي زعلانة ليه يا بابا؟ هي لسه بتحبه لغاية دلوقتي؟ خلاص تحاول تنساه يا بابا بقى، ما انا خدته خلاص. اي، اقسم بالله هذا ما حصل.
اقسم بالله هذا ما حصل، ولا حول ولا قوة الا بالله. ربنا يعوض علينا في اللي بيحصل واللي هيحصل، ربنا يسترها.